التسعينات السيدة بهية وهبة أصيبت بالسرطان. النوع اللي كان عندها كان بيستدعي خضوعها للعلاج بجهاز في وقتها ما كانش موجود في مصر. سافرت، كانت سيدة ميسورة وخيرة، سافرت بره، اتعالجت وربنا من عليها بالشفاء. وكعادة الطيبين الأذكياء الخيرين، فكرت ازاي توفي ربنا وتشكره على نعمة الشفاء. قالت أنا ربنا اداني مال أقدر أسافر بيه وأروح أتعالج بالجهاز ده. كتبت في وصيتها إنه جزء مهم جدا من ثروتها يجيب الجهاز ده وأجهزة أخرى، بيتها اللي كانت مقيمة فيه يتحول لمستشفى، عشان أي سيدة غنية أو فقيرة ما تضطرش إن هي تسافر أو تتحوج أو تبقى في موقف ضعف، تكشف وتتعالج وتخف وتساعد غيرها، كله هنا. دي كانت بداية مشوار بهية وهبة. بهية بدأت المشوار من سنين ولحد اللحظة دي احنا مع تجربة مش بس فيها عمل خيري، لا، فيها عمل مجتمعي وفيها عمل طبي وفيها عمل إنساني وفيها عمل تقدمي. ازاي أفراد بوصية واحدة يعملوا فرق كبير جدا في حياة آلاف وآلاف وآلاف من البشر. مستشفى بهية كانت بداية المشوار الوردي للسيدة بهية وهبة. جدتي الله يرحمها لما أصيبت بمرض السرطان في التسعينات وكان لازم تتعالج على جهاز إشعاع مش موجود في مصر ولا في الشرق الأوسط، ومن هنا بدأ حلمها إنها تجيب جهاز الإشعاع ده مصر علشان الناس اللي غير قادرة على العلاج، لأن العلاج تكلفته كبيرة جدا، تتعالج هنا مجاني. احنا قررنا إن احنا نهد فيلتها اللي هي بيت العيلة اللي كلنا بنتلم فيه، ونعمل أول مركز سرطان ثدي في الشرق الأوسط. خدنا حاجة سلبية خليناها إيجابية، فأنا بحس إن المكان هنا خلق حياة كبيرة. قصة مهمة جدا هتحكي لنا وهتشاركنا فيها الأستاذة ليلى سالم. مين ليلى سالم؟ ليلى سالم هي حفيدة مدام بهية، بنت العيلة دي اللي امتد الخير فيها، وكمان عضو مجلس أمناء مستشفى بهية الأستاذة ليلى سالم. ليلى الجميلة، ليلى سالم الجميلة، حبيبة قلبي ليلى الحلوة. كل مرة بشوفك فيها أنا كمان قوي. أنا بحبك أصلا يا بصي يا ليلى، أنت عندك طاقة كده إيجابية حبيبتي، وشك مبتسم دايما، الدنيا تتشلت على طول مبتسمة وبتضحك وبشوشة. حبيبة قلبي، أهلا بيكي. أهلا بيكي. يعني أنا يا بختي بقالنا كتير ويا بختي. انت يا حبايبي، شكرا. طيب أنا كمان لازم أحيي كل الموجودات هنا معانا من صغيرهم لكبيرهم، كلهم سيدات يا إما ساهموا واشتغلوا وأعطوا المستشفى بهية، يا إما دخلوها زائرين أو كاشفين أو متعالجات. كل اللي هنا لابسين بادج بهية. يا أهلا وسهلا بيكم.
منورين الدنيا. حبيبه قلبي بنورك. كنت بتقولي تيتا ولا أناه النابه؟ هي النبه هي